تفتكر في أسوأ من إنك تكسري نظارتك وتروحي تصلحيها بالعافية وترجعي تلعبي بلاي ستيشن غصب عنك؟ اسمعي اللي حصل لي وما تموتيش من الضحك. أنا من غير نظارتي رسميا عايشة في الضباب، بشوف الناس كأنهم أشباح ماشيين في فيلم رعب امبارح، وأنا بهزر مع أخويا. كالعادة راحت النظارة طايرة ووقعت على الأرض، اتكسرت نصين. قلت خلاص، أهو يوم مش فايت أروح أعمل واحدة جديدة. طلعت من البيت مشيه على مهلي كده، بنص عين شايفة ونص عين بتخمن. في الطريق خبطت في كلب، سلمت على عمود النور وقلت الحمد لله لسه عايشة. وصلت محل النظارات بالعافية وديت الراجل النظارة. قال لي تعالي بكرة تاخديها. قلت له بكرة؟ يا عم أنا كده ممكن أمشي في ترعة قبل ما أرجع. وأنا خارجة من عنده رجلي اتعكت في الطوب ووقعت على الأرض. لقيت واحد معدي بيقول لي خدي بالك في حفرة قدامك. قلت له شكرا يا أستاذ، بس أنا وقعت جواها فعلا. الراجل صاحب المحل جري عليا وقال استني، خليني أظبطها دلوقتي بدل ما تروحي تقعلنا في النيل. وقفت أستناه وأنا قاعدة على الكرسي. لقيت جنبي طفلين فاتحين اللابتوب وشغالين فيفا. واحد فيهم بيقول للتاني شوط يا ميسي. قلت في سري هو أنا في محل نظارات ولا في كافيه جيمرز؟ المهم الراجل جه بعد شوية وقال لي خلصت لك النظارة بسرعة، ربنا يستر طريقك. قلت له آمين يا رب، لأن كل مرة بخرج فيها بترجع لي حكاية. حط قلب لو حصل لك موقف شبه كده واكتب في الكومنتات ربنا يستر طريقنا كلنا، وفولو عشان توصلك كل القصص المضحكة الجديدة أول بأول.